بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنيساتي سادتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم عبر أبو ظبي الرياضية من هنا من استاد الشارقة في واحدة من المواجهات المهمة في الجولة 19 من بطولة دوري أدنوك للمحترفين، حيث الشارقة صاحب المركز الثامن برصيد 20 نقطة يستضيف النصر صاحب المركز السادس برصيد 23 نقطة في مباراة منتظرة حقيقة بين الفريقين هنا في استاد الشارقة، في مواجهة يدخلها الشارقة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على دبا في اللقاء المؤجل في الأيام الماضية ب4 أهداف مقابل هدف، ولكنه قادم من خسارة ثقيلة في الجولة الماضية بخماسية أمام الجزيرة ويبحث عن التعويض في هذه الليلة. في المقابل يخوض النصر هذه المواجهة بطموح استعادة نغمة الانتصارات بعد 7 مباريات تعرض خلالها لخسارتين و5 تعادلات. أمامنا طاقم تحكيم هذا اللقاء بقيادة راشد عبد الله، الحكم المساعد الأول محمد أحمد يوسف، ومساعد حكم الفيديو عيسى خليفة، ومقيم الحكام بدر البدري. أمامنا تشكيلة الضيف النصر بقيادة سلافيشا يوكانوفيتش. يبدأ هذا اللقاء ب4-3-3، أحمد شامبي في المرمى، في الخط الخلفي زايد الزعابي، ليما ماريوس بيتروفيتش، في الوسط حسين مهدي، لوكا ميليفويفيتش قائد الفريق عصام فايز، وثلاثي الخط الأمامي عبد الله توريه، رامون ميريث، وكيفن أجوديلو. في المقابل الشارقة مع جوزيه مورايش يبدأ هذا اللقاء بتشكيلة 4-2-3-1. يبدأ بعادل الحوسني في المرمى، رباع دفاع خالد الضنحاني، كاتينيتش، تشو يومين، لياندرينيو، ثنائي الوسط بوبليتي ماجد حسن، أمامهم الثلاثي حارب عبد الله كورونادو، محمد فراس بالعربي، وكايو لوكاس. إذا لحظات على بداية وانطلاقة هذا اللقاء، نأمل ونتمنى أن نستمتع من خلال هذه المواجهة بين جوزيه مورايش وسلافيشا يوكانوفيتش. مباراة حقيقة مهمة للفريقين لتحسين ترتيبهم في هذا الموسم، وعلى اعتبار بأن الشارقة يريد أن يدخل أكثر إلى المنطقة الآمنة في جدول الترتيب. من ملعب المباراة يحاول من خلالها التقدم، لكن التغطية من تشو يومين. كرة تعود الآن لمصلحة النصر، الضغط يستمر بالنسبة لفريق النصر، لكن هناك أيضا خطأ موجود، والكرة تعود إلى خطأ لمصلحة نادي الشارقة. الكرة تحتسب إلى خطأ لمصلحة نادي الشارقة في اللقطة الماضية. شوف هذه الكرة، يبحث عن كرة عرضية مثالية، والكرة وصلت إلى عبد الله توريه والهدف يضيع. الكرة في العارضة، الهدف يضيع. النصر أفضل من الشارقة، كرة في منتهى الروعة من عبد الله توريه في الاستلام وفي التسديد، لكن بعد ذلك العارضة تقف أمام محاولات النصر وهدف النصر الأول. شوف الكرة الأخطر حتى الآن في هذا اللقاء لمصلحة النصر أفضل بشكل كبير، وهذه الكرة لكن أيضا العارضة تمنع هدف أول محقق لمصلحة النصر في هذا الشوط. هذا هو. يحاول كايو، أمامه عصام فايز، أمامه زايد الزعابي، يبحث عن مراوغة، يبحث عن تمرير، كرة وصلت بعد ذلك سالدينيا، تسديدة بعيدة من كورونادو إلى خارج أرضية الملعب. الكرة تحولت إلى ركلة مرمى عند الحارس أحمد شامبي. 5 دقائق أولى تمر على بداية وانطلاقة الشوط الثاني. هذا جوزيه مورايش، رامون ميريث أمامية، تمريرة خطيرة، توريه والهدف الثاني. الهدف الثاني لمصلحة النصر عن طريق توريه. النصر يتألق هنا في استاد الشارقة ويسجل ثاني أهداف اللقاء عن طريق المتألق عبد الله توريه. إذن هدف للنصر، لا شيء للشارقة في مباراة كبيرة للعميد النصراوي في هذه الليلة. ممتاز رامون ميريث، شوف سيطر عليها رامون ميريث، مررها بعد ذلك رامون ميريث، ممتاز التمريرة البينية، حاول حسين مهدي، وصلت إلى توريه، تعامل يعني عوض الكرة اللي أضاعها في الشوط الثاني وسجل ثاني هدف اللقاء. الكرة في القائم بعد ذلك في الشباك، والثاني أهداف العميد النصراوي.
أداء ومستوى 10/10. أداء ومستوى 10/10 بالنسبة لفريق النصر. المدافع جلاوبر ليما، وأمامنا كرة خطيرة 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 خطيرة، والهدف الأول. الهدف الأول لمصلحة الشارقة. الهدف الأول يعود عن طريق عثمان كامارا. عثمان كامارا يسجل هدف أول للشارقة في الدقيقة 81. شاهين عبد الرحمن موجود، والغائبين أيضا عن هذا اللقاء. هذا الهدف اللي يسجله كانت في البداية خطأ بتمريرة من جلاوبر ليما، والهدف يسجل عثمان كامارا. إذا هدف أول لمصلحة الشارقة. شوف التمريرة من فلاديمير إلى كورونادو إلى عثمان كامارا، وبعد ذلك كرة في شباك النصر.